هاي يا جيرلز، عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يا رب. ريفيو النهارده عن عطر دون اللي عامل قلبان وترند بقاله فترة. في ناس نفسها تعرف ريحته ايه، في ناس نفسها تعرف الاصل شكله ايه. عموما طبعا زي اي حاجة في الدنيا، في الاول بتبقى اوريجينال، بعد كده بيبدأ منها الكوبي يظهر بقى والقرف بقى اللي انتوا عارفينه. الاوريجينال يا جماعة عامل كده والغطا من فوق مختوم، وحاولوا بقى تجيبوه من مصدر موثوق علشان ما تلاقيش حاجة غير اللي انت عاوزاها. تمام. مبدئيا كده يا جماعه، ده مش عطر، ده مش زيت عطري من اللي هو عند بتاع العطور والروايح وكده تقولوا له هات لي توله. لا يا جماعه، ده مش كده. ده اسمه essential oil. يعني ايه essential oil؟ يعني زيت اساسي. يعني ايه زيت اساسي؟ يعني زيه زي زيت الورد، زيه زي زيت الفل، ابسطها لكم اكتر، زيه زي زيت جوز الهند والزيتون. زيت اساسي، زيت الثمره او زيت الزهره نفسها. تمام. لكن مش زيت الصناعي اللي هو بتاع العطور والبرفانات وكده. تمام. حبيت بس اوضح النقطة دي علشان تستعملوه على الجلد بكل امان، تستعملوه للاطفال بكل امان. انا بحطه على لبس ولادي، بيخلي ريحتهم نظيفة، ريحة نظافة، كأنهم لسه خارجين من تحت الدش، كأنك لسه غاسلة ايدك. ريحته يا جماعة صابون، يعني زي ما يكون ميكس كده، صابونة دوف على لوكس على كامي في الخلاط. تمام. طبعا اللي بيحب الريحة دي او اللاين ده من العطور هيحبه. اللي مش بيحب ريحة دوف اصلا خلاص. في ناس فعلا انا قابلتها مش بتحب ريحة صابون الدوف خالص يعني. فده مش هيحبوا اللاين ده خالص من العطر. لكن غير كده هتحبوه، وغير كده ثابت، وغير كده امان جدا جدا زي ما قلتلكوا. ده زيت اساسي، مش عطر، مش برفان. تمام. تقدروا تستخدموه على اماكن النبض، تقدروا تستخدموه للاطفال. مفيش منه اي خطر، ولا بيسبب حساسية، ولا بيسبب تهيج للجلد، ولا الكلام ده كله اعتقد، يعني غير الناس اللي بشرتها حساسة جدا جدا. عشان كده قلت لكم تقدروا تستخدميه على الجلد مباشر، وكمان تقدروا تستخدميه على لبس الاطفال، البيبيهات والاطفال. ريحته ثابته جدا، وريحته فواحه جدا، ريحته كأنك كده حد نضيف. انا بحب احطه لولادي جدا. بحس ان هم كده لسه ريحتهم فريش، ريحتهم دش، ريحتهم شاور. آم، هيعجبكم يا جماعة، واغلب الناس هيعجبها على فكرة. في ناس بتحب ريحة النظافة دي. تمام. اكتر حاجة عجبتني فيه ان ده مش برفيوم. اكتر حاجة عجبتني فيه ان هو زيت اساسي. وعلى فكرة كنت قريت ان الزيوت الاساسية اصلا شمها حلو حلو يا جماعة للجسم، وحلو للاعصاب وكده. فهو مفيد من كل الاتجاهات وامان جدا. حاولوا بقى تشتروه من مصدر تكونوا واثقين فيه. تمام. آم، اتمنى ان شاء الله يكون الريفيو عجبكم. استنوا ان شاء الله، ان شاء الله في ريفيوهات تانية. وباي باي.